يا كابتن ماجد، سايبني شغل وجايبني على ملا وشي ليه؟ يعني صاحبك متضايق وعايزك تكون معاه، انت شايف فيها حاجه غلط دي؟ لا واسطه قدامك يا اخي. لا صاحبي متضايق، ما فيهاش حاجه غلط، بس شكلها كده فيها إن. والله انا تعبان يا فريد. لا تعبان يبقى نقعد يا معلم، واطلب لي واحد كابتشينو. مطلوب لك، اتفضل. ابراهيم، كابتشينو بتاعي. 2. ايه بقى في ايه؟ انا النهارده اتاكدت من مشاعري، انا حاسس فعلا ان انا بحب زهره. وبعدين؟ انا جايبك هنا عشان تقول لي انت وبعدين. والله وبعدين دي تتوقف عليك وعليها. يعني انت متاكد ان انت بتحبها، بس انت متاكد ان هي بتحبك؟ انا حاسس بكده، سلوكها وحركاتها بتقول انها بتحبني، بعدين كلامها معاك لما وصلتها بعربيتك بيقول كده. طب تمام، ايه بقى المشكله؟ المشكله ان الحاج عايز يتجوزها ولما سالني عن رايي لقيت نفسي بقول له كلام في صالح جوازه منها. ايه يا ابني الهبل اللي انت فيه ده؟ ده جوز اختك. اه صح، بس العلاقه اللي بيني وبين الحاج علاقه متينه جدا، ده هو اللي مربيني، ده اتجوز اختي وانا عندي 15 سنه، وهو اللي صرف على دراسه الطيران بتاعتي. لا انت كده موقفك منيل فعلا. بص يا معلم، انت قدامك حل من اتنين، يا اما تضحي وتعمل زي عبد الوهاب ما بيقول في اغنيه عاشق الروح، يا اما تطلع واطي وتاخدها وتهرب وتتجوزها بعيد عن الحاج. ايه الحلول دي؟ ايه الحلول اللي شبهك دي؟ مفيش عندك حل تالت؟ لا عندي. ايه هو؟ هتجوزها انا. يا عمي انا مش ناقص هزارك ودمك الواقف ده. انا هطلب نقل المحطه تانية. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت قررت ما تبقاش واطي وتبقى ندل؟ هتسيبها وتهرب؟ ما انا ما اقدرش اعيش في بلد هي عايشه فيها ومتجوزه واحد تاني. يا اخي انت محسسني ان فرحها على الحاج بكره الظهر، في ايه؟ ما تهدى، ما تجيب الكابتشينو يا ابراهيم. القرف ناس واطيه. اما 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 راحت فين دي؟ ياما شقفتك والله يخرب. اما راحوا فين دول؟ زهرة، هي امي فين يا خالتي؟ في ناس يا اختي جوه عربية اسعاف واخدوها. يا نهار اسود منيل، ليه اللي حصل؟ ما تتخضيش يا حبيبتي، ما تتخضيش، ما فيش حاجة حصلت خالص. وخلي اخويا فين؟ راح معاهم ومعاه فوزي ابني. طب ما تعرفيش انهي مستشفى؟ والله يا بنتي ما اعرف. يا فوزي، انا امي فين يا فوزي؟ نوال، امي فين؟ الحاج نزلها في الجناح. وانت زي ما تقوليليش. انا بحسبك عارفه. ان شاء الله انا قلت له مالك يا امي، في ايه؟ سلامتك. قلبك في قلبك. ايه مالك يا حبيبتي؟ الف سلامة عليكي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا كويسه قوي. دول شايليني هنا على كفوف الراحه، وكل الحكماء طلعوا وشافوني وكشفوا عليا. ايوه عملوا لها اشاعات ومحاليل. وشفت الراجل القبها، الراجل المجدع عمل ايه مع عمك وانتي مش موجوده؟ وقال ايه مش عاجبك ما جايبه ولا هداياه؟ حق الراجل ده انا حبيته كده لله في لله. يا رب يا بديعه يا بنتي يرزقك بعريس زيه. هو انت كنت شفتيه قبل كده ولا حتى تعرفيه؟ هما دول نسابك اللي انت هتموت عليهم؟ يموت؟ ده لو كان مات كان زماننا دفناه. خليل. ايوه. الحاج عايزك. طب بسرعه قبل ما يدفنوني هنا. والنبي يا حبيبي. نعم. اشكرهولي. العفو يا امه. حاضر حاضر. طيب يا حبيبي. بعد اذنكم. ويشكرك ايه يا أما؟ هو انت كان ناقصك حاجه في البيت؟ جرى ايه يا زهره؟ ما تعقلي كده بقى، بالذمه البيت ولا الامل اللي الحاج عاملها لامك هنا
ما تعقليها يا خالتي. كل شيء اسمه نصيب يا حبيبتي. ما هو الاسم والنصيب يا خالتي. جم لحد بنتك بيقولوا لها شباكي لباكي الخير والهنا تحت رجليكي، هي بنتك اللي بتتبطر. وبعدين يا بديع ما تلمي نفسك بقى. ما تلمي نفسك يا بنتي وحطي لسانك جوه بقك، ليها حق تتبطر ما دام العرسان اللي يشرحوا القلب عمالين يتنططوا حواليها. يا اختي كفايه بقى، كفايه، فضونا من السيره دي، نتكلم في سيره تانية. سبحان الله سبحان الله. الحاج كان عايزك ليه يا خليل؟ مش هتصدقوا. لا يا اخويا انت بس واحنا هنصدق. حقه الحاج ده عامل زي خاتم سليمان. الراجل ده صعبان عليا قوي والله يا زهره، فضل يتحايل عليا بتاع ساعه ونص عشان اوافق اشتغل عنده، بالعافيه وافقت. وكلم الجدع اللي اسمه منتصر اللي شغال معايا ده، مش عارف جدع كده، وقال له اديله مرتب 1000 جنيه في الشهر. ايه 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ليه؟ هو كان هيشغلك وزير؟ ايه ده؟ انت جننتي ولا ايه؟ انت فاكره نفسك كده في فرح بلدي؟ انت يا اختي هنا في مستشفى 5 نجوم. انت يا اختي هتخمسيني من اولها؟ لو انت فاكره كان هحجز المستشفى اللي انت بتشتغلي فيها؟ لا يا حبيبتي، ده انا فرحانه بالامل اللي هيبقى فيها عريس بيتي.